من الصحفيين، لأن الصحفي راه معرف بقانون الإعلام، القانون العضوي للإعلام، على أنه كل شخص يبحث عن المعلومة ويجمعها ويحللها وينشرها في وسيلة إعلامية، سواء مكتوبة سمعية بصرية أو إلكترونية. بينما المنشطين حسب الاتفاقية الجماعية للإذاعة والمؤسسات الإعلامية العمومية راهم مصنفين ضمن الأشلاك المشتركة. هذا هو الشيء. شوفي الأخت، ما أريد أن أقول القانون في لحظة من اللحظات يعكس تجربة الإنسان. القانون هذا يتماشى الفضاء والزمن. احنا بناء على لسان الأخت اللي هي محرر من بين المحررين للقانون هذا الأساسي للصحف، فكان فيه اتفاق. ولكن إذا لاحظنا أنه لابد من إطراء هذا القانون وهذا القانون الأساسي للصحفي سنعمل على ذلك. فالاتفاقية الجماعية تعكس إلى آلية التفاوض. عليكم بالتفاوض. وفيه نقطة أساسية أخرى، سجلوا كل انشغالاتكم في هذه المعاينة اللي قمت بها اليوم في إطار توصيات كورقة. ولما نوعدكم سنعمل جاهدين على مساعدة كل الانشغالات، واللي حاجة نديروها كما نقولوا، والحق أحق أن يتبع. احنا بالنسبة لي في السمع البصري في الصحافة المكتوبة أو حتى في القانون لاحظنا بعض الاختلالات، وسنعمل جاهدين على إدخال بعض التحويرات لجعل التوجهات الكبرى تتوافق والرأي العام الداخلي. والسلام عليكم ورحمة الله.